كشف موقع أوتوبيب المتخصص في أخبار السيارات في الجزائر عن وصول وإخراج الآلاف من سيارات من العلامة الإيطالية فيات من الموانئ، وسيتم تسليمها إلى أصحابه. جاء ذلك بعد التأخر في تسليم الطلبات للزبائن في الآجال المتفق عليها. ونقلا عن ذات الموقع، يتم إخراج الآلاف من سيارات فيات، منها 6500 مركبة على مستوى ميناء جنجن بجيجل، وكذا ميناء مستغاليم. وأضاف موقع أوتوبيب أن موديلات المتواجدة عبر الموانئ هي كل من فيات 500 و 500 إكس، وكذلك فيات تيبو سيدان دوبلو سكودو دوكاتو. أما حول سيارة فيات دوكاتو، هناك نظام خاص بالشركات والمهنيين الذين قدموا طلبات باقتناء هذا الموديل، سيتم توجيههم مباشرة نحو الميناء لاستلام مركباتهم دون انتظار شحن المركبة إلى الوكيل، يضيف الموقع. وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تطرقت إلى تأخر استلام زبائن فيات لمركباتهم، كما اتهمت وعدتهم لأن هذا الملف سيتم حله قبل نهاية الشهر الحالي. والأمر كما ذكرت حماية المستهلك التي ستواصل متابعة الزبائن حتى استلامهم مركباتهم.